مساء الجمال، إيه الحلاوة دي؟ ده محشي بصل اللي طعمه أحلى من العسل. بجد ده محشي أصحاب المزاج. الناس اللي ليها كده مزاجها حلو هي اللي بتحب المحشي ده. المحشي ده أنا دايما بحب لما يطلع من مطبخي الأفضل العميل لو ما دقهوش قبل كده يجرب كمية صغيرة. يعني كفاية قوي ياخد ربع كيلو، لطيف جدا جدا جدا. لما يعجبه بقى يبقى ياخد اكتر من كده، لكن ما بنصحش ان انت تاخد منه كمية كبيرة وممكن يعجبك او ممكن لا، الله اعلم. لان في ناس تست البصل معاها مش بيبقى يعني بتبقى حاجة مش ظريفة بالنسبة لها يعني. بس بوعد اللي هيجربه من عندي فعلا هيلاقيه تحفة، لان مفيش عميل جربه من عندي غير لما كان الفيدباك فعلا تحفة. اتكلمنا قبل كده عن موضوع ان مش اي شيف بيوافق ان هو يشتغل شغل المحاشي. اي حد هيسمع الفيديو ده يقول لي الكلام ده مش حقيقي، انا بعرف اعمل محشي، اجي اشتغل معاكي؟ لا، ما هو حضرتك هتعمل او حضرتك هتعملي المحشي بذوقك الخاص، بذوق عيلتك، لكن ما فيش ريسيبي عندك. هل لما هتيجي تشتغلي معايا هتحترمي كلمة ريسيبي؟ دي اعتقد لا. وعن تجربة، كل واحدة ست بيت بتعرف تعمل محشي لما بتيجي تعمله هي فاكرة ان الطريقة بتاعتها هي دي اللي هتعجب كل البشر. لا، في اي كيتشن كل اكله ليها ريسيبي. الريسيبي دي بتبقى من الوصفه الاصليه، وبتبقى ليها مقادير معينه. لازم الشيف اللي يعني يعمل الوصفه دي يلتزم بالريسيبي دي 100%، ما يفتكسش حاجه من عنده. ما يقولش انا ولادي بيحبوا القرفه فيه، لا ولادي بيحبوا الفلفل الاسود، مش عارف من غير فلفل اسود، لا انا ولادي بيحبوا ده، انا ماما بتحبوا الشطة مش عارف ازاي. لا، ده ما ينفعش الكلام ده خالص. احنا بنعمل حاجة لازم تعجب كل الأذواق، تعجب كل الناس. ما ينفعش أعمل حاجة هتعجب شخص زي الناس 3 4 عندك في البيت ومش هتعجب باقي الناس. ما ينفعش أقول لا ده أنا بعمله من غير بصل، ده أنا بعمله من غير طماطم، ده أنا بعمله من غير خضرة وبيعجب ولادي. لا، أنا ماليش دعوة، أنا ليا دعوة بالوصفة الأصلية. سواء بقى المحشي ده سوري مصري، بنشوف العميل طالب ايه وبنلتزم بالوصفة.